مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده دخل لنا حالة جديدة وهو ايفون 13 البطارية بتاعته منفوخة. طبعا كلنا عارفين ان الايفون 13 فيه عيب صناعة في البطارية، بتتنفخ لوحدها وكده. المهم احنا بدأنا نستلم الجهاز، فكنا المسمارين بتوع الجهاز من تحت، وبعد كده بنحاول نرفع الجهاز واحدة واحدة. طبعا زي ما انتوا شايفين بنستخدم التنار الاول. التنار ده وظيفته ان هو بيفك الدبل فيس او الجوان بتاع الوتر بروف من الشاشة، عشان نقدر نفكها بسهولة من غير اي ضرر خالص. وبنبدأ نسلسل الشاشة واحدة واحدة وعلى مهلة خالص، مش محتاجين نستعجل. طبعا زي ما انتوا شايفين انت بتحاول تفتح من كل الجناب، يعني من الجنبين والجزء اللي فوق، بس اوعى تجيب الموس ناحية الهيد من تحت. بعد كده فكنا الشاشة وهنبدأ نفك المسامير. المسامير دي بتبقى في صاجة، والصاجة دي بتبقى ماسكة سوكت البطارية. بنبدأ نفك المسامير دي واحدة واحدة، في صاجتين، صاجة تحت وصاجة فوق. زي ما انتوا شايفين بدأنا نفك المسامير واحدة واحدة، وبعد كده بنلغي سوكت البطارية الأول. بنشيل سوكت البطارية الأول، بعد كده نشيل سوكت الشاشة وسوكت السنسور، ونشيل الشاشة خالص من مكانها. بعد كده بنسخن على البطارية شوية، حاجة بسيطة، وبنحط عليها تنر، وبعد كده نحاول نفك البطارية زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. بنفكها واحدة واحدة خالص. بعد كده بنجيب البطارية الجديدة. شايفين البطارية القديمة منفوخة ازاي؟ بنبدأ بقى البطارية الجديدة بنشيل منها الدبل فيس بتاعها ونبدأ نركبها في مكانها. احنا طبعا بنحاول نحط السوكت بتاع البطارية الأول، وبعد كده ننزل البطارية، وبعد كده بنشيل السوكت التاني، لأن أحيانا لما بتيجي تحط البطارية وتيجي تركب السوكت بتلاقي مش في مكانه بالظبط، فبنظبطها الأول، بعد كده بنلزق البطارية، وبعد كده بنرجع الشاشة تاني زي مكانها. هنفتح الجهاز شغال تمام، مفيش أي مشكلة خالص على البطارية الجديدة. كده كله تمام، البطارية كده اتغيرت، مفيش أي مشكلة خالص. بعد كده نبدأ نرجع الصاجات ونرجع المسامير برضو واحدة واحدة. الموضوع بسيط جدا جدا، يعني مش محتاج أي حاجة خالص. هتبدأ تركب المسامير بتاعتك. أهم حاجة لما تيجي تفتح أي جهاز، اهتم جدا جدا انك ترجع كل حاجة مكانها، مسامير، الصاجات، ما تخليش حاجة برا الجهاز. رجع كل حاجة زي ما كانت. زي ما انتوا شايفين المسامير هنا بتاعت ال13 في منها نوعين، في مسامير طويلة ومسامير قصيرة، وكل مسمار ليه مفك مختلف. هتلاحظ هنا كل شوية اغير المفك. وبعد كده خلاص احنا كده فكينا اهو، اقصد ركبنا كده. المسامير كلها ركبت في مكانها، مفيش اي مسمار برا ولا في اي حاجة. بعد كده نبدأ ننزل الشاشة، نقفلها واحدة واحدة، وتأكد ان انت خلص المسامير كلها يعني ركبت، وتبدأ نقفل الشاشة واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين. بننزل الشاشة بالراحة جدا، وبعد كده بنركب المسمارين بتوع الشاشة اللي تحت، دول برضو ليهم مفك مختلف. بس كده احنا بدأنا اهو، البطارية بقت تمام. بنبدأ بقى ننضف السماعة اللي تحت، بننضفها بالجفت وبعد كده باللبانة، بحيث ان لو في اي تراب يطلع، وبعد كده هنعملها بالفرشة. كده البطارية والسماعة تمام. نبدأ بقى ننضف الجهاز بالراحة واحدة واحدة كده، عشان برضو نطلعه العميل منظره كويس. وبكده خلاص احنا خلصنا. وطبعا اتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل اشتراك وتتابعنا وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد. شكرا ليكم.